مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت العيد، بسكوت النشادر. طريقته سهله وبسيطه جدا وسريعه. بصوا شكله، لونه بجد تحفه. بصوا مقرمش، بيتكسر بكل سهوله. يلا نبتدي مع بعض. معانا كيلو دقيق، 400 جرام زبدة او سمنة بلدي على حسب ما تحبي تستخدمي، 400 جرام سكر بودرة، 4 بيضات، نص كوباية لبن دافي اقدر امسكه عادي واقدر احط ايدي فيه، ورقتين فانيليا، معلقة كبيرة نشادر، معلقتين كبار نشا، ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. هنبتدي اول حاجة رشة ملح، ننزل بالبيكنج باودر، وبعد كده النشا دي هتدي البسكوت قرمشه حلوه، ونقلبهم ونسيبهم على جنب. اللبن هننزل عليها بالنشادر ونقلبها. كده اللبن بالنشادر جاهز معانا، برضو نخليه على جنب. بعد كده نجيب بولة ننزل فيها السكر ومعاها السمنة بدرجة حرارة الغرفة. بس طبعا لو الجو صيف هنحطها في التلاجة شوية عشان مش عايزينها تكون سايحة. هنقلبهم كده مع بعض الاول، وبعد كده نبتدي نشتغل بالمضرب. لو مفيش مضرب كهرباء ممكن نشتغل بالمضرب اليدوي عادي، بس هتاخد شوية وقت. نبتدي نشتغل بالمضرب لحد اما تبقى كريمي خالص. وادي شكل السمنه والسكر بعد ما بقوا كريمي. هنبتدي ننزل بالبيض، نحط بس الفانيليا عليه، هننزل بواحده واحده واحنا شغالين بالشكل ده كده. لحد لما البيض كله يخلص. كده الخليط جاهز معانا. هنبتدي ننزل بالدقيق، هننزل بشوية شوية ونقلب. طبعا البسكوت مش بيحتاج عجن كتير، يعني يا دوبك نلم العجينة. هنكمل لحد ما نخلص الدقيق كله. دلوقتي ببتدي الم العجينة بايدي، هقلبها لحد ما يبقاش فيها دقيق خالص، لما الدقيق يختفي تماما. ودلوقتي بعد ما اتأكدت ان خلاص مفيش اي دقيق في الطبق من تحت، هبتدي انزل باللبن
اللي حاطين عليه نشادر والم بيه العجينه. طبعا كل دقيق مش زي يعني كل نوع مختلف عن التاني، فهننزل باللبن بالتدريج. بس انا النوع اللي بستخدمه يعني هياخد النص كوبايه. لو اللبن زاد منك البسكوت هينشف. وادي شكل العجينه بعد ما لميناها باللبن. خلاص هي كده جهزت معانا، هنبتدي نشتغل. انا عندي مكنه كهرباء هشتغل بيها، اي مكنه عندك هتشتغلي بيها، لو مفيش هتشتغلي بكيس الحلواني. بس الكيس الحلواني طبعا المقادير بتختلف شويه، بيحتاج سمنه اكتر عشان خاطر تبقى العجينه سهله معاكي وتعرفي تشتغلي بيها. ومهم جدا نغطي العجينه اللي باقيه عشان ما تنشفش مننا، وخصوصا كمان لو عاملين كميه. هنجهز مع بعض الصينيه بتاعتنا او الصاج اللي هنشتغل فيه، وبرده مش دهنه حاجه، يعني العجينه فيها سمنه كفايه، مش هتلزق ولا اي حاجه. ونبتدي. طبعا هتختاري الشكل اللي انت عايزاه والحجم اللي انت عايزاه، يعني انا شايفه الحجم ده كده كويس. نبتدي نرصهم مع بعض. طبعا لو الاطوال مش مظبوطه وانت عايزه تظبطي الطول، هنبتدي يعني نظبط الشكل كده عشان كلهم يطلعوا حجم واحد، ونحاول نسيب مسافات عشان طبعا يعني حجمه هيكبر شويه لما يدخل الفرن. بعد ما رصينا البسكوت بالشكل ده كده وظبطنا الطول، هنبتدي نشغل الفرن على درجه حراره 180 او 170. البسكوت مش بيحتاج درجه حراره عاليه، وهنكمل الكميه بنفس الطريقه لحد ما يبتدي ياخد اللون الذهبي. وادي شكل البسكوت بعد ما استوى اخد اللون الذهبي. شايفين لونه عامل ازاي؟ بصوا البسكوت من جوه، بصوا مقرمش جميل، حاجه كده تحفه. جربوها وهستنى رايكم في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا بفيديو جديد ووصفه جديده. دمتم بخير.